اسكتوا، مش انا عرفت ايه سبب الوكسة والخيبة والازمة الاقتصادية والخذلان اللي احنا فيه ده؟ مش طلع ان احنا معمول لنا سحر؟ والله زي ما بقول لكم كده. ده اللي قاله الفنان عمرو واكد الهربان بره، صاحب الاراء الغريبة والغير مفهومة. بيقول لك انه بيعتقد ان مصر معمول لها سحر كبالة، وده سحر سفلي خطير جدا وعتيق ومخيف، خصوصا لو اتعمل من الارض مصر، خصوصا يعني لو عرفنا ان الارض المصرية ليها وضع خاص في العالم ده اللي هو بتاع سحر الكبالة، اللي هو اصلا مرتبط باليهود. فبيقول لك عشان نبطل السحر ده اول حاجة عايزك تتوضى وتصلي ركعتين كلنا يعني كمصريين، عشان نقدر نفك السحر ده يا جماعة ونركز بقى. تاني حاجة هنقرأ سورة الفلق وسورة الناس وسورة ياسين، ونكرر ده 3 مرات. تالت حاجة هندعي بعد كل مرة ونطلب 3 طلبات. أول حاجة إنه يرد سحرهم فيهم، وتاني حاجة إنه يفك العقد اللي بصقوا فيها علينا، وتالت حاجة إن احنا ندعي بتسخير أقوى الملائكة قوة لحرق الأبلسة اللي مسلطين على الناس. يعني الراجل ده تقريبا شارب حتة ب200، فطلع يقول لك أو في حد يعمل سحر البلد كاملة 110 بني آدم؟ يا جدعان فوقوا بقى، يا جدعان انتوا قاعدين بره بتشربوا ايه ولا بتاكلوا ايه؟